معنى كان الفيديو بتاعك قوي ومليان فايدة ومش عارف تلمع بين الزحمة دي، يبقى مجهودك كله بيروح على الفاضي. عشان كده هكشف لك في الفيديو ده أهم الخطوات اللي من المهم تكون عارفها في المجال، والخطوات دي تقدر تطبقها على أي تصميم في الدنيا مهما كان مجالك إيه أو بتقدم إيه. خلينا ندخل في الموضوع بشرح عملي وخفيف جدا عشان تفهم الموضوع بشكل أوضح. الخطوة دي بالرغم من إنها تبان بديهية جدا إلا إنها كفيلة إنها تنقل الشغل بتاعك في حتة تانية. جرب كده إنك تاخد أي ثمنيل لحد مشهور أو ناجح على اليوتيوب، هتاخد بالك إن في حاجة مشتركة في كل الصور دي. تقريبا كل الصور بتاعت اليوتيوبر الناجحين بتمشي على الأربع خطوات دول. بعد كده هنعمل الليونة اللي احنا قلنا عليها، وده هنعملها عن طريق فيو، بعد كده نيو جايد. تاني خطوة معانا هي التباين، والتباين يعني مدى التشبع ملامح بتاعتك في المشهد ومدى وضوح الألوان الفاتحة عن الألوان الغامقة. لو الألوان التصميم بتاعتك باهتانة في الأغلب هتدي للي قدامك انطباع إن المحتوى اللي جواها ممل أو مش متعوب عليه كفاية. ده هيودينا لمبدأ تاني وهو التباين في الألوان. في الغالب كده انت ممكن تكون سمعت عن عجلة الألوان وازاي في أكتر من طريقة تختار بيها ألوان بتدي تباين، زي الكومبلمنتري كولر والسبليك كومبلمنتري والتريادك. ولو انت ما عندكش لون للبراند ومش حابب تدوش نفسك بالطرق ديك، فأسهل حاجة ممكن تعملها انك تختار لون انت بتحبه قوي وهو ده هيكون لون البراند بتاعك. اختار لون ثانوي كده يكون هو المستخدم في الكلام، ويفضل يكون غير لون الخلفية اللي انت بتستخدمها. بس يا سيف والله ده مش هيبان اني بكرر نفس الفكرة، لا، لان في فرق كبير جدا ان يكون في هوية للبراند وانك بتكون بتكرر نفس الفكرة. والالوان اللي انت بتختارها دي هي اللي بتخلي في شخصية للتصميم بتاعك. فخلينا نطبق الوان البراند بتاعنا على الصورة دي. بعد كده بنيجي لنقطة مهمة جدا في الهوية بتاعت البراند بتاعك وهي الخط. يعني تخيل كده تكون تعبان في الفكرة بتاعتك وعامل براند جامد، ولكن اخترت خط غلط او مش واضح، فمحدش خد باله من الفكرة بتاعتك او محدش عارف الموضوع بتاعك بيتكلم عن ايه. من غير اي تعقيد اختار خط يكون واضح ومريح للعين انها تقرأه من بره وفي نفس الوقت يكون مش منتشر. ولو في اي مشكلة وقفت قدامك تقدر تكلمني على رقم الواتساب، هتلاقيه موجود في الديسكريبشن او اول كومنت.